يعني باختصار، هل الحديد كان ملك في الظهر الاركي ولا في البروتيروزويك؟ الاجابه بكل بساطه مش محدده بشكل قاطع، كل فريق عنده حججه، وده بيعلمنا ان التاريخ عمره ما بيكون خط مستقيم، دايما في لولوه هنا وهناك. لما نرجع ونبص على كل اللي حصل من انفجارات النجوم لرحله الحديد في الكون لقدرته على تشكيل الارض، نرجع ونبص الايه في سوره الحديد في 7 كلمات على الماشي. القران بيقول: وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. كلمه انزلنا دي بالذات مثيره جدا، لانه علميا الحديد اصلا ما اتكونش على الارض، ده نازل من انفجارات نجميه، وكأن الايه بتوصف الحقيقه دي بادق صوره. تعالوا نشوف بقى ازاي القشره دي اتكونت وايه اللي حصل في فتره طويله جدا بدات من 2.5 مليار سنه ومستمره لحد النهارده. القشره الارضيه اتكونت من خلال عمليات جيولوجيه مختلفه، منها الاندساس، السبدكشن، والضغط والتراكم، وده خلى القشره تتكون على شكل صفائح تكتونيه. يعني كان عندنا حاجه زي شويه الواح خشب كبيره بتتركب في بعض. لكن الموضوع ما كانش سهل، الدهور المختلفه شافت تغييرات كبيره في القشره دي، من التكوينات الاوليه في الظهر الاركي الاركيان ايون لحد البروتيروزويك. كانت القشره الارضيه بتتشكل وتتغير باستمرار، وكانها بتروح الجيم تتمرن كل يوم وبتبقى اقوى كل يوم.